قبل اي حاجه حابب اقول لكم كلمتين. المنهاوه دي قسما بالله حاجه عظمه، فكل اللي عاوزه انك تصبر في البدايه عشان تستمتع بالنهايه. ويلا بينا على طول نبدا في حكايه النهارده. ده هو وانج، طالب عادي جدا مالهوش في الحوارات والاكشن، لكن حياته بتشقلب لما البنت شينياو اللي بيحبها بتعترف له بحبها، وده لانها بتكون البنت اللي زعماء المدينه بيتحاربوا عشانها. وانت يا عم وانج جاي كده في مجرد لعبه هتخطفها منهم؟ طب قابل بقى يا معلم. مفيش ثواني ولا يا عمنا وانج متشعلق والعيال ماسكينه فشخينه ضرب. ومش كده وبس، زعيم الشمال سون يون بياخد تليفونه وبيرن عليها وبيوري لها حبيب القلب وهو بيتضرب. كميه الاذلال والاهانه في اللحظه دي ما تتوصفش. وبيقول له قول لي بقى مين اللي يستحق يكون مع شين؟ وانج بيقول له انت. كلهم فكروا نفس تفكيرك كده وهتك ضحك وتريقه، لكنه بيكمل الكلام وبيقول مجرد قمامه ما تستحقهاش. والواد بيضربهم وبيرمي نفسه في الميه، وبيتضح انه ما بيعرفش يعوم. ايه يا ابن المجنونه ايه اللي انت هببته ده؟ ودول فوق عمالين يصيحوا وبيقول لهم الزعيم انتوا ايه اللي هببتوه ده؟ ايه الواد ما بيطلعش ليه؟ انزلوا هاتوه حالا. طب يا معلم الميه ساعه، انت هتستظرف بروح امك، دي فيها قضيه قتل يالا. وفي اللحظه اللي وانج بيكون فيها على وشك الموت بيلمح ضوء بينبعث من مكعب غريب وبينجذب ناحيته وكأنه بيناديه، واول ما بيمسكه فجأة المكعب بيتوهج وبيدخل جواه، والظاهر انه اندمج معاه. الواد بيحس بسخونة في جسمه وبيكون مش عارف ايه اللي بيجرى، وفجأة بيتنقل لمكان تاني وعمال يتنقل من مكان لمكان لغاية ما وصل الفصل بتاعه. الواد مش فاهم اللي جرى وبيقول انا مش كنت بغرق، ايه اللي جابني هنا وايه حكاية المكعب السحري ده؟ في الوقت ده بيشوفوا احد حراس المدرسة وعشان يهرب منه بيقول له انه نام اثناء الدراسة وصح لقاهم قفل الفصل عليه، فسألوا عن سبب ابتلال ملابسه فقال له انه اثناء ما كان بيشرب المية وقعت عليه. بيقول له يا ابني انت بتقول ايه؟ هو في حد يشرب يغرق نفسه بالكامل كده؟ ده مين ده يا ربي المغفل اللي ابتلتني بيه ده؟ واثناء ما كان الحارس بيندب حظه كان وانج وصل البيت خلاص وبيقعد على السرير بتاعه وبيقول اللي حصل معاه ده ما كانش طبيعي خالص. انا متاكد ان البتاع الغريب ده دخل جسمي وفجاه حصلت حاجه سحريه واتنقلت من مكان لمكان. وفي نفس اللحظه دي لقى صوت بيكلمه بيقول له انت صح. صح ايه يا عم ونيلة ايه؟ انت مين اللي بتتكلم انت؟ في وقتها وانج بيتنقل لمكان اشبه بالمربع ولقى نفس الصوت بيكلمه من تاني وبيقول له انا الكيان النهائي للكون دريك. الواد اتهبل بيقول انا مخطوف من فضائيين ولا ايه؟ لا اكيد انا بهلوس. بيكلمه الصوت من تاني وبيقول له انت في بعد داخل المكعب، وعشان تطلع من هنا لازم تتعلم التحكم في قدرة الانتقال. وعشان اكون صريح معاك انت تقدر تنقل نفسك في حيز 15 متر فقط حاليا، ونظرا لاني استخدمت كل طاقة المكعب في انقاذك الحد الاقصى حاليا هو مرتين في الدقيقة، ولو متحكمتش في مسافة النقل ونقلت نفسك في الاتجاه الخاطئ دي هتكون نهايتك. وكمان انت حصلت على الحاسة السادسة واللي بتمكنك من رؤية اي شيء في حدود ال 15 متر دول. وبالفعل الواد بيجرب وبيكون شايف كل حاجة حرفيا، ده حتى عظمه بقى قادر انه يشوفه. ومش كده وبس، ده حتى بيقدر يشوف اللي ورا الجدران وكمان ادق واصغر الاشياء. ودي كانت الخطوة الاولى للتحكم في قدرة الانتقال وتمت بنجاح. بيقول له دريك الخطوة التانية وانك تركز على المكان اللي عاوز تتنقل ليه. بيحاول وانج يجرب ومن اول محاولة بالفعل بينجح، بس يا ريته ما نجح. النصيبة انه نزل في الدور التاني عند جيرانه ولو اتقفش هيتعمل منه كفتة. دريك بيقول له ان فاضل 35 ثانية قبل الانتقال التاني، ومن سخرية القدر الكرسي اللي كان ساند عليه بيتحرك وكده الواد مقفوش لا محالة. بيقول له دريك خلاص هم 10 ثواني، لكن ده كتير بالنسبة لوانج في الوضع ده. وبالصدفة حد بينده عليها وبتمشي، وبيفعل وانج الانتقال وبيخلع من المكان فورا، وبيقول وربنا على اخر لحظة وكنت هكون ميت. في الوقت ده دريك بيقول له مبروك عليك، انت كده اتقنت قدرة الانتقال واللي بتتمثل في حاجتين، انتقال من والى المكعب والانتقال الفوري عن طريق استخدام الحاسة السادسة واللي هنسميها الاشعاع. الواد بيقول باندهاش دي تعتبر قوة عظمى، انا بكده هبقى بطل وانقذ العالم. فوقتها بيرجع للواقع وبيسأل دريك عن هدفه. بيقول له دريك هدفي هو هدفك، جعلك ملك العالم. وانج بيقول له وانا من امتى كان عندي هدف ممل زي ده؟ بيقول له دريك في اللحظة اللي كنت بتغرق فيها تفاعلت مع ارادتك لتكون اقوى. طب وده هيكون ازاي؟ بيقول له دريك خلينا نقيس قدراتك الاول. وبالفعل بيقيس قدراته وبتكون كلها تعبانة، ولا ذكاء ولا قدرات جسدية، كله في الحضيض. بيقول له دريك الخطوة الاولى انك تجمع الاحجار الكريمة الموجودة حول العالم
والأحجار دي بإمكانها جلب قدر لا يمكن التنبؤ به من القوة، منها القوي ومنها اللامع ومنها مصاحب لقوة غامضة. والأهم في كل ده إني أقدر أجعلك إنك تحصل على قوة تلك الأحجار. يا نهار أبيض يا جدعان، انتوا متخيلين مقدار القوة اللي يقدر يحصل عليها إيه؟ بيقول له وانج الأحجار بس هي المشكلة. خلصانة يا معلم، احنا ناخد خاتم الألماس بتاع أمي. بيقول له دريك ولا ليه أي لازمة، مش حاسس بأي طاقة بتنبعث منه. وبيقول له ان اكتشف بالفعل اصلا طاقه بتنبعث من حجر قريب منه. الواد ما بيستناش واخد بعضه ونزل على طول، واول ما بيوصل للمكان بيفعل قدره الاشعاع عشان يعرف مكانه موجود فين بالتحديد. وبالفعل بيلاقي الحجر موجود، وبعد ما طلعه بيكتشف ان شكله زيه زي اي حجر عادي. هو ده يا عم اللي مرمطنا عشانه. ولكن بعدها بينقله دريك لحيز المكعب على طول، وبيوضح له مكان وضع الحجر. واول ما بيتم امتصاص الحجر بالكامل ما تعديش ثواني، وبعدها بيلاقي وانج زياده في قوته ما يقارب 6 أضعاف المستوى الطبيعي، وكل ده بحجر ضعيف المستوى. هتقول لي حتى الاحجار بمستويات؟ هقول لك ايوه، وكمان الميزه ان الزياده مش في القوه وبس، بل في القدرات العقليه والروحيه، وكمان زياده قدره التحمل. ومع امتصاصه لكل نوع مختلف هينتج عنها زياده في قدرات معينه وبدرجات متفاوته. وجه الوقت عشان يجرب قوته الجديده، بيروح عند شجره ودي هتكون المقياس بالنسبه لقوته الجديده. وبالفعل بيجرب باقصى ما عنده، ولكن حرفيا ايد الواد هي اللي اتهشمت. يا مغفل. وبيقول له دريك ان متانة جسمك مش قادره لسه انها تواكب قوتك، وده راجع للتفاوت بين القدرات زي ما قلت لكم. وبياخد بعضه وبيروح، لكن اللي محدش يعرفه ان بالفعل ضربته اثرت ولو بشكل طفيف. المهم بيجي تاني يوم ويروح المدرسه عادي، واول ما بتشوفه شين ياو بتعتذر له على المشاكل اللي عملتها له. بس كده ده الوقت كان هيروح فيها، يخرب بيت ابو ده كان اعتراف. في الوقت ده سون يون بيدخل لهم الفصل. يا حلاوه كده كملت يا معلم. وبيقول له وانج بما انك لسه حي فتعال نصفي حساب امبارح دلوقتي حالا. في الوقت ده بتحاول شين تدافع عنه، وده على اساس انه لسه ضعيف. بيقول له سون من امتى وانت بتعتمد على النساء في حمايتك؟ ولكن في الوقت ده كان وانج في عالم تاني، ودريك بيقول له ان قيمتهم القتاليه كلهم على بعض كده بتساوي 5، وفي الوقت الحالي انت قيمتك بتساوي 20، يعني مفيش مجال للمقارنه. ولكن وقبل ما يحصل اي حاجه المدرس بيوصل وبيفك الحوار. لكن تفتكر يا صديقي ان وانج هيعدي الموضوع بالسهل كده؟ لا والله. وانج وقبل ما يمشي سون بيقول له هنتقابل فين بعد المدرسه؟ قال له سون في ملعب كره السله. خلصانه يا معلم. وبعد ما الدراسه ما خلصت واثناء ما كان وانج في الطريق بيقول ان الطريقه الوحيده للتعامل مع الحسالة دول هو بتعليمهم درس ما ينسوش ابدا. وبعدين التعامل مع 5 ولا 6 مش مشكله يعني، لكن تفتكروا ان شخص زي سون عنده شرف؟ لا والله، لازم يعمل الواجب معاه، مش كده ولا ايه؟ وبعدين انتوا ما سمحتوش عن حسن الضيافه ولا ايه؟ بقى ده كلام. واول ما بيدخل وانج للمكان بيقفلوا عليه الباب. بقول لك يا وانج اخويا، هما فين ال5 ولا 6 اللي كنت بتقول عليهم؟ ولا دول حصل لهم تكاثر وانا مش واخد بالي ولا ايه؟ ده البغل ده لوحده ب6. ايه يا جدعان، احنا متفقناش على كده. اتعامل بقى يا معلم، هو دخول الحمام زي يخرجوا. وفي الوقت ده وانج بيحاول انه يستفزهم عشان هتزيد فرصته في الفوز لو حاربوه راجل لراجل، والا مش محتاج اقول لكم هيحصل فيه ايه. وفي الوقت ده بيطلع له البغل ده ويقول له انت لا شكلك كده مش عارف مقامك، ولسه بيهجم عليه كان وانج عطاله بوكس طيره من مكانه ولزقه في الحيط. وايه اللي بعده؟ يا هناه يا سعده. كل العصابه مصدومه ومش مصدقين ان ده نفس الشخص اللي كانوا لسه فاشخينه ومعلقينه من قفاه من يومين. ده غير ان الشخص اللي هزمه ده اقوى شخص في المجموعه، ولما ده الاقوى الباقي هيعمل فيهم ايه يا ترى؟ ده انتوا طلعتوا لقطه بشكل. ولكن ساعتها بيتعصب سون يون وبيخلي كل العصابه تهجم عليه. ايه يا جدعان، واحده واحده مش كده، كله هياخد ضرب لما يشبع. مش عارف والله العيال دي مستعجلين على الضرب كده ليه؟ ما تقول حاجه يا وانج اخويا. اهو ضربه، استحمل بقى اللي يجرالك. الواد مسكه من رجليه وبقى بيلعب بيهم بينج بونج، وحرفيا نسفهم كلهم. اللي بيجي في طريقه بيعمل منه كفته. يا نهار ابيض يا جدعان. اللي بعده يا هناه يا سعده. دريك في الوقت ده بيقول له انت يا وانج جبت اخرك خلاص. قام رد وانج وقال له انت تخرس خالص، ما انا عارف، بس لو بان عليا اني تعبان هيستغلوا الفرصه ويهجموا عليا تاني. وانت يا عم سون مالك يا عم؟ اجمد كده، اللي يشوفك امبارح ما يشوفكش النهارده. بقى واحد بس يعمل فيكوا كده.
وسون بيترجى وانج عشان يسامحه، بس الموضوع يخلص على كده؟ لا والله، بتوصل في الوقت ده اكبر عصابه في المدينه كلها، لا وكمان مسلحين وشكلهم كده ناويين يخلصوا على الواد. هي الحكايه ناقصاكم انتوا كمان. وقبل ده بيقول الزعيم لسون يون: كنت دايما بتساءل عن قوه عصابه الشمال، ولكن المنظر ده بيشرح كل حاجه. قال له: قول لي، هو انتوا بتصوروا فيلم هندي ولا ايه؟ على العموم انا جاي النهارده عشان اقولك ان البنت شين ياو ملكي، واللي هيقرب لها مش محتاج اقول لكم انا هعمل فيه ايه. وفي اللحظه دي بيقول لهم وانج: انا مش عارف انتوا مين يا اوغاد، بس اللي اعرفه ان مفيش حد هيقرب منها طول ما انا هنا. ايوه يا وانج يا جامد، هو ده الكلام يا عم. وبيقول له دريك: انا عارف ان اللحظه اخدتك، بس حابب اقولك انهم مسلحين. وفي لحظتها بيفتكر وانج ان ما تبقالهوش اي قوه يقاتلهم بيها، ولكن ابن الهطله وانج بيفتكر انه قادر على استخدام قدره الانتقال. وفي اللحظه اللي اخواتنا دول بيضربوا فيها بيختفي من مكانه، وفي نفس اللحظه الكهرباء بتقطع. واخيرا والاول مره عمنا وانج بيشغل دماغه، وقال يعني بقى انه مش هيقدر يشوفهم في الضلمه، فبيستغلوا اللحظه وبيخلوا حد يروح يشغل الاضواء. وهنا بقى تقدر تقول ان الحفله بدات بجد، واخدهم في الضلمه وعينك ما تشوفها الا خبط وترزيع وحبه سويت يحلوا الحفله. وصباح الفل الواد بيشغل النور، ويا ريته ما شغله. بيلاقي وانج ماسك زعيمهم مكسر عظمه والباقيين متكومين على الارض. لا جامد يالا. في الوقت ده بقى بتكون حبيبه القلب شين جابت شويه مدرسين كده، وقال فاكره بقى ان معمول على وانج حفله وجاي عشان تنقذه. لو تعرف الحقيقه. في الوقت ده بيحاول سون يون الهرب، بيقول له: وانج على فين؟ ده انت نهار امك اسود، انت لا مفكر انك هتمشي بالسهل كده؟ اعمل اللي اقولك عليه ويا دار ما دخلك شر. وكان كالاتي: ان العصابتين هيعترفوا انهم دخلوا في معركه من اجل تحديد الاقوى، وان وانج اتورط معاهم كرهينه مش اكتر. يا نهار ابيض يا جدعان، بقى كل ده يطلع منك يا وانج؟ ولحد كده الدنيا معاه فل وقشطه. اهو ده بقى اللي كنا فاكرينه. بيكون في الوقت ده هيو هان بيعرض على سون يون الانتقام، ولكن وقتها بيرفض سون يون عرضه، وقال له ان العالم اللي بيعيش فيه الاشخاص دول ليس بالشيء الذي نعبث معه، وبيقرر مغادرة العصابة. فبيتعصب عليه هيو هان وبيقول له: يعني هتنسحب بدون اي انتقام؟ قال له: ايوه، على الاقل بكده هقدر انقذ حياتي. فيا ترى ايه الحوار اللي دار ما بينهم اللي يخلي سون يون خايف للدرجة دي؟ وهل هيو هان هينفذ انتقامه لوحده؟ تعالوا بينا نكمل باقي الحكاية. بيكون عمنا وانج عايش حياته 100 فل و10، ومش على باله اي حاجه من اللي بتحصل. وساعتها بيقدم لشين هديه، وبتكون حجر نادر جدا. ودريك بيقول له انه مضيع انك تديها حجر بالندره دي، عشان يرد عليه ويقول له: وانت من امتى بتفهم في الحب يا فقيك؟ وقال: يعني انت اللي مقطع السمكه وديلها؟ وده بقى يا سيدي بيكون حجر لقاه وانج اثناء بحثه عن مجموعه احجار نادره. وده حصل بعد ما دريك سوحه وسحله ولف، لان بعد القتال أدرك وانج إنه بحاجة لزيادة قوته، فخرج في رحلة من أجل البحث عن الأحجار الكريمة. وبعد ما دريك سود مكتوبه قرر يروح الجبال، ولكن وكما هو الحال دريك كحرته آخر كحرته. خد بقى عندك أسفل قاع الأرض تحت عمق 50 متر، ولا أقول لك في منتصف قاع البحيرة؟ لا 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 لا، تقريبا في منتصف الصخرة دي هيكون أفضل. اللي هو أنت عاوز مني إيه يا عم دريك؟ وهنا بقى يأتي الفرج أخيرا. اكتشف دريك وجود كهف تحتهم بيحوي على مجموعة كبيرة من الأحجار الكريمة، ولكن عشان يوصلها لازم على الأقل يلاقي مكان بحجم سنتيمتر عشان يقدر يستخدم قدرة الانتقال. وبالفعل بعد فترة من البحث لقى مجرى مائي متصل بالكهف. وأول حاجة بالصلاة على النبي كده، الواد أول ما بيوصل بيتزحلق على طول، يعني بص من بدايتها كده حاجة نحس. المهم بيطلع معداته، وكان لازم يقلل من استخدام مهارة الانتقال، وده عشان تفضل جاهزة في حين حدوث أي حاجة. ولكن بعد فترة من البحث صاحبنا وصل لنهاية الطريق بدون أي مخرج، وعلى الرغم من إنه بتفصله مسافة صغيرة عن مكان الأحجار كان لازم يعود أدراجه. ولكن هنا بيتفاجئ بوجود تيار هوائي، وفكر وقتها في احتمالية وجود كهف آخر. وأول ما وصل لمصدر الهواء بيلاقي فعلا فتحة في الجدار بحجم كف الإيد، وفي لحظة ما كان على حافة الموت. بيتدارك الموضوع وبيرجع لورا، وإذ بانتظاره ملك الموت، لكنه بيلحق نفسه على اللحظات الأخيرة. ولكن من نظرة واحدة بتخطف أنظاره شكل البيئة الخلابة. دريك بيقول له: يلا يابا كفاياك تأمل، البتاع هناك اهو وخلينا نخلص. المعلم ظبط دنيته وجهز خطته، ولسه جاي يمشي ما تعرفش ده بقى طلع منين. وقبل ما يهجم عليه كان وانج اتنقل لمكان تاني. يا ابن المحظوظة. وفي الوقت اللي وانج بيستنى المهارة تجهز فيه
بيكون صاحبنا الأولاني رجع له تاني، والمضحك في الموضوع إن الأهطل وانج مكمل عادي ومش واخد باله من أي حاجة، وللمرة التانية بيحاول يهجم عليه، ولكن قدرا في نفس اللحظة وانج بيتنقل من جديد. ما تعرفش ده بقى حظ ولا هو إيه بالظبط. المهم صاحبنا بيبدأ في جمع الأحجار، وعلى الجانب الآخر بيكون الوحش بيقرب منه أكثر فأكثر، وساعتها بقى بيقع حجر منه، وقدرا بيشغل قدرة الإشعاع، وصباح الفل الواد بيكتشف إنه على وشك الموت، لكنه كان متأخر في رد فعله والوحش أخده ونزل بيه تحت المية. الواد بيعافر معاه ولكن التاني برضه مش عاطيه أي فرصة. الواد بيقاومه مش راحم ولكن مفيش أي فايدة. بيجرب الانتقال برضه مفيش أي فايدة. دي شكلها فعلا النهاية. ولكن هوب فجأة الواد بيتنقل أخيرا لحيز المكعب اللي هو كان حرفيا اتأخر لحظة وكان هيكون في عداد الموتى. بص بقى اللي فات ده كان حمادة واللي جاي ده حمادة ثاني خالص. بص بقى يا سيدي، في الوقت ده بيكون عمنا وانج جمع حوالي 11 حجر كده، وبيقول له دريك انت تقدر تدمج الأحجار دي عشان تنتج حجر عالي المستوى. طب وده هيفرق في ايه يا عم محمد؟ تعالى وانا اقولك. اولا كده الأحجار دي بتكون نادرة جدا، بل تكاد تكون معدومة، وده لأنها بتملك القدرة على منح الشخص عناصر فريدة من نوعها، ده غير الزيادة المهولة في القوة بقى وحاجات تانية كتير. ولكن المشكلة إنك عشان تصنع حجر واحد بس محتاج على الأقل 9 أحجار ضعيفة المستوى، واللي هي في حد ذاتها نادرة نسبيا هي كمان، ده غير ال100 ساعة اللي محتاجها دريك عشان يكتمل الاندماج. ده الموضوع طلع كبير قوي يا عم وأنا مش واخد بالي. المهم صاحبنا وافق على الاندماج، ودريك امتص الحجرين المتبقيين، ووانج خرج للوحش وانا بقى لنت النهارده. والبتاع اول ما لمح وانج هجم عليه، وهوب فجأة اتسمر مكانه. لا وكمان ده هرب على طول. الواد مش فاهم اي حاجة، انها غريزة الحيوان. حتى مخلوق زي ده حس بالاختلاف في قوة وانج. يا نهار ابيض يا جدعان. بعدها بيروح ياخد الحجر اللي وقع منه في البداية، وهو ده بقى يا سيدي بيكون نفس الحجر اللي اهداه لشين. يا ابن المجنونة، بعد كل اللي شفته ده رايح تديهولها بالسهل كده؟ ده ايه الرومانسية السودا دي؟ المهم بيجي تاني يوم وعمنا وانج نازل رن على شين والبنت مش بترد. يا عمنا البنت خدت الحجر وعطتك استمارة 6 ولا ايه؟ ولكن وقتها بيسمع كلام ما كانش يتمنى ان يسمعه طول حياته. ايوه بيسمعهم بيتكلموا عن اختطاف شين. الواد بينهار، لا اكيد قصدهم حد تاني، دي كانت لسه معايا امبارح، فين وامتى حصل ده؟ واول ما بيروح عشان يتأكد بيلاقي اكبر مخاوفه حصلت. الام واقفه منهاره وغرقانه في دموعها وبتقول لهم رجعوا لي بنتي، لو على الفلوس فانا عرضت عليهم ورفضوا، وكل اللي سابوه رساله طالبين فيها ان الخبر ده لازم ينتشر في كل مكان. صدمه ورا التانيه الواد بيحاول يجمع شتات نفسه، وساعتها بيلمح سون معدي لحظه وكان واقف قدامه. الواد بيكلمه بكل حرقه وغضب وبيقول له انت دلوقتي وحالا هتقول عن كل حاجه تعرفها. في الجانب الاخر بقى بيكون الخاطفين كل تجهيزاتهم المجهوله اكتملت وحان وقت التنفيذ، ولكن المثير للسخريه ان سبب كل ده هو مجرد صعلوك عاملينه قاعده لضرب الكرات، هيوهان. وتعالوا نرجع شويه ونفهم ازاي الحال وصل لكده. في الوقت اللي كان بيحاول هيوهان اقناع سون يون بالانتقام، كان وقتها رد سون يون انهم ما عندهمش اي فرصه قدام وانج، ولكن هيوهان كان عنده فكره تانية خالص، وانهم مش لازم يتورطوا في قتال مباشر مع وانج، وكل اللي هيعملوه انهم هيوقعوا الدنيا بين وانج وشخص تاني. والشخص ده بقى هيكون مين؟ بيقول له يان لو، وده الزعيم القادم لعائله يان لو شاو. طب ده هيحصل ازاي؟ بص بقى يا صديقي، يان لو ده بينتمي لعائله قويه، ولكن من سنتين اساء الى شخص اسمه شي جوكن، ولكن من حظه التعيس ان الشخص ده اقوى منه بمراحل، وانتوا عارفين بقى اللي هيحصل. وحاليا يان لو خرج بعد اكتمال علاجه للبحث عن شي جوكن، ولك أن تتخيل مقدار الضرر اللي تسبب بيه شخص واحد يخليك تتعالج 2 سنين. يا نهار أبيض يا جدعان. فطبعا لو قالوا له إن وانج صديق شي جوكن فده بالنسبة ليان لو طرف خيط هيوصله لشي جوكن، ولكن وقتها رفض سون يون عرضه وقال له إن العالم اللي بيعيش فيه هؤلاء الأشخاص ليس بالشيء الذي نعبث معه، وقرر وقتها مغادرة العصابة لأنه كان شايف إن ده الحل الوحيد للحفاظ على حياته، لأنه بيعلم مدى خطورة الناس دي. المهم بعد ما وضح له سون يون كل حاجة وإن اللي ورا كل ده هو هيوهان، كان لازم يقول له مين هو بالظبط يان لو ده. فقال له إن من فترة يان لو ضرب شاب من أبناء أسياد المدينة،
والشاب ده اصطحب عمه من أجل الانتقام، ولكن بدون سابق انذار العم ضرب الشاب ده وركع كاعتذار من يان لو، لدرجة انه فضل راكع لبعد اميال من رحيله. يا نهار ابيض يا جدعان، انت متخيل الموقف؟ فسأله وانج عن دخل شي جوكن في الموضوع، فقال له انت فاكر خلال عامك الدراسي الثاني حصلت حادثة مشابهة لشين ياو، ولكن اللي انقذها كان شي جوكن. ولكن الغامض والغريب في الموضوع ان لحد دلوقتي ده كان طالب عادي جدا قبل ما يصبح مشهور، ولكن بالنسبة لعائلة يان لو فهو رجل خطير وغامض. والدليل على ذلك يد يان لو اليسرى حرفيا اختفاء ما يقرب من نصف يده بعد قتاله مع شي جوكن. يا نهار ابيض يا جدعان، ده ايه الرعب ده؟ وبيكمل وبيقول ان بعد الحادثة دي اصدرت عائلة يان لو امر قتل من الدرجة العليا، ولكن المرعب انه رغم كل ده ما زال على قيد الحياة. وساعتها بقى لما عرفت خطة هيوهان انسحبت على طول، لان العالم اللي بيعيش فيه هؤلاء الاشخاص ليس بالشيء الذي نعبث معه. وهنا بيقرر وانج الذهاب من اجل انقاذ شين، لكن سون يون بيقول له انت بتقول ايه؟ يعني بعد كل اللي قلته لك ده لسه ما فهمتش خطورة الناس دي؟ انت محتاج تعتمد على. وقبل ما يكمل جملته كان وانج بيقول له عشان كل المعلومات اللي قدمتها لي دي فانا هسامحك المرة دي، وبيسيبه وبيمشي. ووقتها سون يون بيتأكد يقينا ان وانج ليس بالشخص العادي ايضا. فيا ترى ابن المجنون وانج ده هيودينا على فين؟ وايه حكاية شي جوكن ويان لو اللي قرفونا معاهم دول؟ وهل قوتهم فعلا حقيقية؟ تعالوا بينا نكمل باقي الحكاية دي، شكلها هتبقى مجزرة. في الوقت الحالي بيكون وانج في طريقه لإنقاذ شين، وكل ده بفضل الحجر الكريم اللي كان عطاه له، لأنه بفضله دريك قدر يتتبع مصدر القوة المنبعثة منه. وبيكون في الجانب الآخر الشخص ده قلقان من عدم قدرتهم على إسقاط جوكن، وبيقول لليان لو إنه حتى بدعم من المعلم الكبير تشو مو شانج وتحالف باي يان للفنون القتالية أشك في قدرتنا على هزيمته بسهولة. وده بقى يا معلم بيكون عم يان لو، فبيقول له ايه يا حاج، انت كبرت وهيست ولا ايه؟ ده ابن اخوك حتى اللي مخطط لكل ده. وبتكون خطتهم كالتالي: في البداية قتل مدربون بشكل خاص، ولو صادف وتجاوزهم هيكون في انتظاره تحالف باي يان للفنون القتالية، ولو الحظ لعب معاه وقدر يتخطاهم بطريقة ما هيكون في انتظاره أخيرا يان لو والعم يي بصحبة المعلم الكبير تشو مو شانج. وفي تلك الأثناء بيوصل وانج أخيرا وبيقول له دريك إنه اكتشف وجود 7 أشخاص بمستويات طاقة غير طبيعية، فبيسأله عن موعد انتهاء دمج الأحجار، فبيقول له إن في غضون بضع ساعات هيكتمل الاندماج. الوضع بيزداد صعوبة، وأزيدك من الشعر بيت بيكتشفوا وجود وانج وتم إصدار الأمر بقتله. وما في الثواني ونلاقي دريك بيحذر وانج من اقتراب شخص خطير، وفي تمام اللحظة بيلاقي الشخص ده واقف قدامه وبيقول له على فين يا جميل. واللي ما يعرفش الشخص ده فده بيلقب بملك الملاكمين في الحلبات السفلية، فنان الدفاع عن النفس صاحب الرتبة سي القبضة المدفعية بابلو. ايه يا اخي كل ده اسم؟ ووقتها بيكون بابلو بيكلم يان لو وبيطمنه ان الوضع تحت السيطرة، ده شكله واثق قوي. وبيستنتج وانج من تصرفاته انه شخص بيحب التقليل من خصومه، فبيحاول يفاجئه بهجوم مفاجئ، ولكن في لمح البصر بيتراجع وبيتفادى ضربته. ده شكله طول اسمه ده ما كانش على الفاضي. وبيقول لوانج انا اقدر اقول عنك انك قوي، بل انك قوي جدا، ولكن شخص زيك هيموت بسهولة اول ما تطأ قدماه حلبات المصارعة السفلية، وده لأن هجمات التسلل شائعة هناك، ده غير بقى التقنيات الوحشية المستخدمة بأبشع الطرق. والطريقة الوحيدة للبقاء هناك على قيد الحياة هي بترك مسافة مناسبة بينك وبين خصومك، وأضف على ذلك الوعي الجيد بمحيطك بغض النظر عن قوة خصومك. يا نهار أبيض يا جدعان، ده مش تفادى الهجوم وبس، ده كمان بيدرس له ازاي يقاتل وفين وهم في منتصف القتال. يا حلاوة. بقول لك يا وانج اخويا اهرب احسن لك. وهنا الواد بيختفي من امام انظاره وبيوجه له ضربه على يمينه، ولكن من العدم بتتحول على يساره. وانج بيتحرك هو كمان وبيوجه له ضربه في الاتجاه المعاكس. بابلو للحظات بيتفاجأ ولكنه بيقدر يتفادى برد فعل جهنمي. يا نهار ابيض يا جدعان، الحماس وصل ليفل الوحش، لا احد منهم يتراجع قيد انمله. بيقول له بابلو عرفت بقى ولا بعد 100 سنه هتقدر تهزمني؟ ولكن وانج في مشهد غريب بيضحك. الواد اتهبل ولا ايه؟ بيقول له بابلو ما تحاولش، انا عرفت طريق قتالك خلاص. لكن وانج بدأ الهجوم وبيوجه له ضربه، ولكن التاني بيتفاداها بكل سهوله، بل انه بيرد الهجوم. واذ فجأة بابلو ينزف دما. ازاي يا جدعان؟ بابلو واقف مصدوم
وبيقول انا متاكد اني اتفاديت ضربته، ازاي بقى انا مصاب كده؟ ولكن ابن العبيطه بيكون طلع مرزبه ورزعوا بيها نيمته الطبيب ساكت على الارض. ولا تقول لي مصارعه ولا حركات، هي المرزبه اللي تخلص الحوار. معركه من نوع اخر تماما. بنيجي بقى لليان لو واللي وصلوا خبر هزيمه بابلو. مش المفروض بقى انهم يخافوا ويحترموا نفسهم؟ ده قال لك لا، انا مش هعمل كده، انا هقلبها لعبه يابا، والجدع فيكم اللي يهزمه. وعشان الموضوع يحلو ويبقى ممتع اكتر، انا هشبرق عليكم، واللي هيقدر يهزمه فيكم هياخد اجر الاعضاء المهزومين. صدقت فعلا يا سون، انه عالم مجنون بكل ما تحمله الكلمه. ده كمان بيروح ياخد شين عشان تتفرج على المهزله اللي عاوز يعملها في وانج. وفي تمام اللحظه بيجي هجوم قاتل على وانج، بيتفادى الاول بتحذير ديريك، وهوب التاني بيلبس في وشه على طول. الواد على وشك السقوط من اعلى الدور ال20، وكل ده امام انظار شين. يان بيقول ما كنتش متخيل انه بالضعف ده، فعلا هو ده الشخص اللي هزم بابلو. يلا سلام. سلام ايه ده، انا مستعد ارجع من الجحيم في سبيل انقاذها، الاحداث تشتعل اثاره. والتاني بيقول له بكل سخريه تعالى ورايا، وبيحذروا دريكو وبيقول له ان قوته اكبر من بابلو بالضعف. انتوا متخيلين بابلو اللي عنا وانج معاه عمال ما هزمه ده اقوى بالضعف. الموضوع متأزم لاقصى درجه. والان وانج امام الملقب بقاتل الورقه الرابحه، فنان الدفاع عن النفس صاحب الرتبه سي الملقب بالنصل القاطع، اللي تشادي. يلعن ابو دي اسماء، ايه يا عم الكاتب اللي بال امه طويل ده؟ المهم، وبيقول له وانج قتل شخص مثلك ما هو الا تلويث نصلي لا غير، استهزاء ما بعد استهزاء. والتاني بيقول في باله انت عبيط يلا، انت تفكر انك هتقدر تقتلني وانا معايا مخزون اسلحه خفيه؟ وقال يعني شويه مجاريف وشواكيش اللي هتنقذك. وساعتها بيكلم يالو لتشادي وبيقول له اخلص، بطلتنا لا تستطيع الانتظار. وده قال من هنا وصاحبنا اختفى من هنا، وبيظهر من جديد بعد ما قطع سلاح وانج نصين وكمان اصابه. لكن المسل للدهشه انه بيتفاجأ من قدره وانج على تفادي هجومه اصلا. يا ابن المجنونه. واخيرا بدا وانج في التحرك وبوم طخ بيهجم عليه، ولكن التاني بيكون توقع حركته. ولكن المفاجاه انه بيعمل نفس الحركه وبيطلع يا نهار اسود، مستقبله ضاع يا ابن الموكوسه. يا مجرم، ده بمنظره ده يصعب على الكافر. وقال بيقول لك التقنيه السريه اخراج مطرقه من العدم. انا والله ما عارف اندهش ولا اتفاجئ على اللي ضاع مستقبله ورا ده. المهم يالو مش مصدق اللي بيحصل، وبيقول ازاي فنان دفاع من الرتبه سي يقع على الارض بالمنظر ده. الواد بيحاول يقوم وبيقول لوانج هتدفع ثمن عواقب افعالك، بلا عواقب بلا كنافه، نام تاني يلا. والله تصدق طلعت الجواريف بتنفع. او بمناسبه الكنافه بقى ورمضان، كل سنه وانتم طيبين، وكل واحد يقول لي اكلته المفضله في التعليقات. المهم الواد بعد ما اكل الضربه كان لسه بيتحرك. يا نهار ابيض يا جدعان، ووانج لسه جاي يكمل عليه، ولولا تحذير دريك لا كان في عداد الموتى. بس يقف على كده؟ لا والله، بيرميه بسكينه من نقطه عمياء كانت هتقور بطنه. ده فعلا في مستوى مختلف تماما. بينهض من على الارض ولا اكن حاجه حصلت، وبيقول له تعالى ورايا، الغرفه دي انا جهزتها مخصوص من اجل جوكن، وهسيبك تاخد شرف تجربتها الاول. غرفة مصمتة تماما لا يدخلها أي ذرة ضوء، وبفضل التدريبات المميتة اللي تعرض لها لي تشادي أتقن تقنية سرية من أخطر التقنيات. وبالفعل بيتبعوا وانج، ولكن اللي ما كانش في الحسبان إن وانج بيقدر يشوف في الضلمة بفضل قدرة الإشعاع. إنها معركة مع الشخص الخطأ لا أكثر. الواد مش يسكت بقى، لا ده بيجرب من جديد. لا بقى تعال أقولك. وهوب الواد مش ضيع مستقبله، ده ضيعه شخصيا. ولكن المثير للرعب والدهشة في ذات الوقت انه لسه قادر على الهجوم بهجمات قاتلة، ولولا تفاديها لوانج بشق الانفس لكان في عداد الموتى. ايه يا جدعان، لا ضربات ولا هجمات قدرت تسقطه، فاين يكمن الحل يا ترى؟ وساعتها العم يي بيقول لليان لو ان القاتل اللي تشادي على الرغم من انه في ال20 من عمره، لكنه حصل على مرتبة فنان عسكري من الدرجة الاولى، وايضا فنان عسكري بنجمة واحدة، وده دليل على انه بيملك قوة خاصة. وفي تلك الأثناء بتكون المعركة على مشارفها، وبيهجم ليه تشادي بهجوم سريع. بيحاول وانج تصدي ليه، ولكن من قوته دمرت المطرقة تماما. وفي لحظتها وانج بيروح وبيمسك سلاحه، ولكن الغبي ما كانش عارف ان كل ده تخطيط منه من اجل اللحظة دي. ليه تشادي على وشك تنفيذ هجومه الخاص، ولكن في نفس ذات اللحظة فاضت الدماء من كل جسده. بيقول له وانج انت هتهزر، هو ده هجومك الخاص؟ تقيؤ الدماء؟ طب سلام عليكم انا بقى. معركة أشد حماسة وأكثر جنونا من سابقتها. القتلة المدربون
تم التأكيد بالقتل. في الوقت ده بقى بيكون ليان لو مش مصدق إن مجرد طالب ثانوي يعمل كل ده، وهنا بقى بيظهر أخيرا أحد أعضاء تحالف باين للفنون القتالية، مليون أستون، وبيقول له ما فيش طالب ثانوي عادي هيقدر يهزم فنان عسكري من الرتبة سي، وفوق كل ده انت جمعتنا من أجل القضاء على جوكن، وهذا الدخيل ليس جزءا من الصفقة، ولكن على العموم ما تقلقش، فالمقاتل القادم ليس بشخص تستطيع التغلب عليه ببعض التقنيات الخفية. بص بقى يا معلم، كل الوقت ده وكل التحضيرات دي من أجل جوكن وليس من أجل وانج. أيوه زي ما بقول لك كده، وده لأن في الأصل كانت خطة هيو هان إغراء يان لو لاختطاف شين من أجل إجعال جوكن يأتي لإنقاذها ومن ثم ظفر يان لو بانتقامه، ولكن في الحقيقة كان مراد هيو هان هو قتل وانج ليس إلا، وده يفسر سبب الحوار اللي دار بينه وأستون. وفي تلك الأثناء أستون بياخد الفتاة اللي معاه واللي بالمناسبة تدعى كوي من أجل البحث في أمر وانج، وساعتها بتقول له هو مش بيولف كافي لهزيمته؟ بيقول لها بحسب تقييمي للقتال السابق 10 ثواني هي المدة اللي هيحتاجها لإنهاء القتال. يا نهار أبيض يا جدعان، معركة مجنونة من نوع آخر على وشك الحدوث، فماذا سيحدث يا ترى؟ وهل فعلا وانج قادر على النجاة من أولئك القتلة؟ وما هو المصير البائس الذي ينتظرنا؟ كل ده وأكتر في الجزء القادم بمشيئة الله. وفي الأخير صلى على الحبيب قلبك يطيب، ودمتم في رعاية الله.